عبد الرحمن شيخي. الو، السلام عليكم يا جماعة. العرض هذا حيكون بالانجليزي. فاللي ما يعرف انجليزي يعني يقدر يتفضل. هاي، قولوا هايات. My name is عبد الرحمن الشيخي. age 22 from سعودي أرابيا. طيب يا جماعة، أنا اليوم جاي أحكيكم عن الجانب المظلم في حياتي، يعني بالإنجليزي expensive. يا جماعة، أنا أول ما جيت النادي هنا كنت أحسبه جمعية خيرية، فقابلت ياسر قلت له ياسر أنا فقير. قال لي ها تنفع تصير ستاندر؟ قلت له أنا مو ستاندر، أنا فقير. قال لي بنديك فلوس. قلت له أنا ستاندر، عيال عمي ستاندر، أخواني ستاندر. افتكر من المشاكل اللي قلت له هي انه عندنا في البيت الكهرباء نادر تشتغل، واذا اشتغلت نتوتر. اختي الصغيره تقوم تلبس مريول، امي تقوم تسوي مطجن. نتوتر نحسب الصباح طلع. حتى مره امي نادتني قالت تعال في واحد غريب في البيت. فرحت اشوف مين، اطالع قلت له امي هذا اخوي الصغير كبر واحنا ما ندري. والله الكهرباء يعني عندنا نادر تشتغل. يا جماعه الكهرباء عندنا في البيت زي السعاده في الحياه، يدوب لحظات. بس الحمد لله يعني حلينا مشكله الكهرباء، صارت تشتغل 5 مرات في اليوم، شبكناها مع المسجد. بس باقي نحل مشكله المويه ونركب سقف وبيتنا يصير زيكم. كمان يا جماعه من مشاكلي من وانا صغير انه امنيتي اسافر، ابغى اسافر بس ما في فلوس. فقعدت ادور طرق اسافر بها بلاش. فسويت مريض وقدمت على بعثة علاج، وقدمت على بعثة دراسة في امريكا. فبعدها بفترة جاني رد من واشنطن، من الكانجرس. فجاني رد من الكانجرس قالوا له مستر عبد الرحمن الشيخي ايج 22 نعتذر عن التأخير، بس انه الطلب كان بالعربي وكنا ندور مترجم ونتمنى تعبي الاستبيان التالي. طبعا الاستبيان معروف بالانجليزي اللي هو المنيو. فنزلت بعبي المنيو، لقيت السؤال الاول ماذا تريد ان تدرس في امريكا؟ كتبت بدرس امريكا نفسها، بدرسكم. السؤال الثاني لماذا انا اخترت امريكا بالذات يا خوي؟ كتبت لهم يا كانجرس يعني بالعقل، انا اخترت امريكا لانه اعرف اتكلم امريكا، اجي اروح بريطانيا وما اعرف اتكلم بريطاني. ورسلت وما ردوا علي. فرحت لابوي قلت له انا خلاص ماني مسافر. قال لي ليش يا ولدي؟ قلت له ذول يقروا وما يردوا يتغلوا ولا. فقال لي طب ليش ما تروح الفلبين؟ هناك بعثة تتغير وتدرس وتتعلم وترجع. قلت له ابوي اروح الفلبين ايش اسوي؟ ارجع ببكالوريوس شغاله؟ يا جماعه كل ذي المشاكل تهون جنب مشاكل الشخصيه. تخيلوا ما اقدر اشبك. يا جماعه مني يعني نفسي. وكمان انا ما في يعني ما في مميزات تخلي البنت تكسب ذنب عشاني. فقررت يعني اتجه للحلال واتزوج. فرحت لابوي قلت له ابوي انا تعبت وهرمت. قال لي يا ولدي انا عارف انك تعبت من يوم ما قلت هرمت، ايش في؟ قلت له ابوي انا خلاص بتزوج. قال لي عبد الرحمن صارحني النت خلص.
قلت له لا ابوي بكمل نصف ديني. قال لي يا ولدي دحين شوال كيف بتحج؟ قلت له لا ابوي بتزوج واجيب عيال وتصير جد ونصير على سعيده. فعصب قال لي اي سعيده يا ولدي انت كم عمرك؟ قلت له ايش توتو. قال ها؟ قلت له عمري 22. قال لي وانا كم لي ابوك؟ قلت له 23. قال له قد شفتني سعيد مع امك؟ قلت له 24. فعصب. بعدين قال لي يا ولدي انت معك فلوس؟ قلت له ايش يعني فلوس؟ قال لي بعدين جيب لي ميزه تخلي بنت الناس تقبلك. قلت له ابوي انا سعودي. قلت له سعودي انا. جاء قال لي ذي انا اديتك ايه جيب لي شيء من عندك. قال لي جيب لي شيء من عندك. اسلوب لا، جمال لا، غني لا. قلت له بكره اجيك. فرحت قعدت يوم كامل افكر ميزه. جيت اليوم الثاني قلت له ابوي انا ما ادخن. جاء قال لي يا ولدي توقع تقبل مدمن ولا تقبلك بس بشوف لك. المهم مره شهر ما رد علي. قلت ما في الا امي. رحت لامي قلت لها امي انا بكمل نصف ديني. قالت لي ولدي الحين اغتص كيف بتحج؟ قلت لها لا امي بتزوج وابوي مو راضي وما شاف لي وما ادري ايش صرفني فما في الا انت. قالت لي ولدي انا ما احقق احلام. انا لو احقق احلام ما كان هذا ولدي. فقلت انه ما في الا اعتمد على نفسي. مو ناقصني شيء. سعودي وستاندر وما ادخن وسعودي وسعودي. فقلت مين اتزوج؟ فجاء في بالي واحدة شفتها في سناب صاحبي مرة طيبة بنت حلال. حتى كل العيال يمدحوها. فقلت قبل ما اروح لها يعني خليني اتعلم السلوك. فدخلت جوجل كتبت كيف اقردن بنت. قال لي ايش يعني قردنه؟ قلت له يعني اضبط بنات واغازل وكذا. قال لي انت سعودي صح؟ قلت له ايوه وستاندر. جاء قال لي يا شيخي مو النت خلص. فسحبت عليه وقعدت اتعلم اسلوب وصرت اعرف اغازل وكذا واسالوا عني في بيتزا. فرحت ودقيت الباب. فك ابوها الباب. قلت له هاي ماي نيم از عبد الرحمن الشيكي ايج 22 فروم سعودي ارابيا. قال لي طيب. قلت له انا سعودي. قال لي طيب. قلت له ستاندر وما ادخن. قال طيب. قلت له ايش طيب؟ بتزوج بنتك. جا قال لي طيب فين اهلك؟ قلت له انا يتيم واهلي ضحايا اسهم واخوي شفط غارة. قال لي طيب وين اهل امك؟ قلت له والله اهل امي ضحايا في السيول وحالتنا حاله. فحزن علي وقال لي تفضل. فجيت بخش قال لي لا تفضل يعني تخارج روح. وهذا كان وقت يعطيكم العافيه.